عسلامتكم الناس الكل، مرحبا مرحبا. اليوم ان شاء الله مع بعضنا نعمل حويجه سهله بنينه بطريقه مبسطه، حويجه حلوه تعمل 66 كيف اللي هو تيراميسو. تصور الناس الكل تحبه الحقيقه، وانا اول مره نجربه وكان ياسر ياسر بنين. نشوفوا مع بعضنا المكونات وشنو لازمنا للتيراميسو متاعنا اليوم. نبداو بالحاجة الأولى والهامة والأساسية اللي هو البسكوي هذا متاع التيراميسو. خذيت زوز بكويت معاهم ماسكربون 250 جرام، تنجم تبدلوها بالفيلادلفيا، شلاكزانا اللي هي كريم ليكيد 200 جرام، سكر فانيي، كريم شونتي ومعاها سكر محور. دونك نبداو توا نحطهم كل مع بعضهم باش نحرق المراحل. نبداش بالوحده ونخلط. حطيت المره الاولى الماسكربون، حطيت عليها كريم ليكيد، نجم تعوضوا الماسكربون بالفيلادلفيا واللاكزانا اللي هي كريم ليكيد بشويه حليب، وتزيدوا شويه كريم شونتيه، يمكن 3 مغارف انا عملت الحقيقه مش برشا. وباش نزيدها لهنا سكر فاني، ونزيدها 3 مغارف سكر المحور. الحلاوه متاع الكريم هذه تتحكموا فيها انتوما، تنجموا تبدلوا السكر المحور بالسكر العادي وتتحكموا نتوما في الحلاوه متاع الكريمه. فوالا رشيشه ملح، ونخلط الكريم تاعي هذا الكل بالطريقه هذه لين يكون قوام متماسك وشاد روحه. اللي يعجبك في التيراميسو، وانا اول مره نجربه الحقيقه وجابنين على الاخر. فوالا اللي يعجبك انه في ساعه تحضيره، جوست ياخذ شويه وقت بركه باش يبرد شويه ويحضر وكهو. نتعداو تو المرحله بها الفايده. ناخذ هاك البسكوي هذاك وتبدا عنا صحيفه حطيت فيها مغرفتين غاديكا نسكافيه، حليتها كان نسكافيه شويه ماء، تبدلوا تنجموا تبدلوا نسكافيه بشويه حليب. يعني تحط شويه حليب، مش في بلاصه النسكافيه بالماء تحطوا حليبه كهو. وناخذوا بالكعيبه ونحطوا الكعيبه هذيك نتاع البسكوي هذاك، الجهه اللي فيها السكر تبدا من فوق ما تبداش من اللوطه. دونك نهبطوه هكا في الماء هذيك بالنسكافيه كونديسيون الجهه اللي فيها السكر تبدا من فوق. ونحطوا بالكعيبه في البلاتو ولا الطبق اللي انتم باش تحضروا فيه. ونعملوا الكوش الاولى نتاع الكريم اللي حضرناها. ولا نحط الكوش الاولى. اللي ما يحبش النكهة متاع النسكافيه في البسكوي كانوا يبدلها بشوية حليب، يعني حتى هكاك تجي نصور جبنينة. انا ما جربتش بالحليب ولكن نصورها تجي بنينة زادة. المهم حطيت الكوش الاولى باش نعمل اضافة صغيرة لهنا، عندي شوية بيستاش مرحي باش نعمل رشة صغيرة على الكريم هذه. علاش حطيت انا بيستاش الحقيقة؟ على خاطر الطعم متاع الكاكاو المر انا ما نحبهش برشا، دونك هذيك عليه حطيت شوية بيستاش في الكوش الاولى متاع الكريم. وباش نعمل توا الكوش الثانية متاع البسكوي بنفس الطريقة، نحط كل كعيبة فك الماء هذيك بالنسكافيه، ونحط الجهة اللي فيها السكر من فوق والجهة العادية من اللوطة، ونكمل بنفس الطريقة نحط الكوش الثانية ولا الطبقة الثانية متاع الكريم اللي بقات لي. فوالا سهلة مهلة الحقيقة. وما بقالي لهنا كان اخر حاجه شويه من البيستاش اللي بقالي عملته من فوق كعيبه بيستاش، خاف كيف ما قلت لكم انا ما نحبش الطعم نتاع الكاكاو المر، دونك حطيت هذه، حطيت كان شويه بيستاش وخليتها يبرد يمكن 3 سوايع. هو حتى هكيكه اكثر، انا زربت عليها ما صبرتش. المهم كانت بنينه على الاخر، وعلى قد ما تبقى اكثر وقت يمكن 5 6 7 سوايع هكيكه تشد روحها بالكدا. المهم هذه ترونش قصيتها مازالت مش اكلي خذيت وقتها برشا في الفريجيدير، ولكن جات بنينه صدقوني بنينه على الاخر. هذه هي دبارتنا اليوم، وهذا هو الفيديو متاعنا اليوم. نقولكم بالشفاء في فيديو اخر كان عشنا ان شاء الله.